طبعا كلنا عارفين حلاوة وجمال الهيالورونيك اسيد للبشرة، مش هنتكلم عنه كتير. انا كنت جايبة النوع ده اللي هو بتاع لوريال، مش عارفة باين عندكم ولا لا، اللي هو لوريال باريس. وبعديها جبت ده احلى واحلى بتاع لاروش بوزيه. طبعا مهما هنتكلم عن حلاوة وجمال وان قد ايه سيرم الهيالورونيك مفيد للبشرة، انا مش هتكلم كتير، يعني انتوا اكيد كلكم جربتوا وعارفين. ده بتاع لوريال، واللي اجمد منه بتاع لاروش. بس طبعا بعد الارقام الخزعبلية اللي بنسمعها عشان نشتري السيرامات دي، تعالي النهاردة هخليكي تعملي سيرم في البيت اجمد من لاروش بمراحل، اللي انا بعتبره اسطوره واختراع في مجال الهيالورونيك. انا هخليكي تعمليه في البيت ومش هيكلفك حوالي 20-30 جنيه، بدل ما تروحي تجيبيه ب1000 و2000 وما تلاقيهوش اصلا، وثلاث ارباع اللي موجود دلوقتي في السوق مضروب. تعالي هوريكي ازاي تعمليه في البيت خطوه بخطوه. حاجه، انا جبت الازازه بتاعت لوريال، صدقوني انا اللي كان باقي فيها رميته لانه كان بينشف لي بشرتي جدا جدا. كنت بحس مهما ارطب بيه هو مش موجود، هو حاجه كده ميه بحطها على بشرتي ملهاش نتيجه. اصلا المفروض دور السيرم انه بيحبس الترطيب في البشره، عشان انا بعد كده احط عليه المرطب الاقي المرطب مسك في البشره، البشره مترطبه طول اليوم. لكن اللي حصل معايا العكس، ان البشره طول الوقت جافه وناشفه ولازم كل شويه ارطب بكريم. يلا بينا بقى نبدا في الخطوات. كنز معاكي بقى في المجموعه دي. اول حاجه هتجيبي كيس ميه مقطره من الصيدليه، ده بجنيه تقريبا. ما لقيتهوش يا ستي، ميه معدنيه، ميه من الفلتر، بس هي ميه مقطره بتبقى متعقمه، علشان بس ايه اللي هنعمله ده يقعد معاكي فتره. هتجيبي كبسولات فيتامين اي 1000 او 400، هنحط منها 2. وتعالي بقى على الزيوت اللي هي ملك الاختراعات. اول حاجه زيت لوز حلو. زيت اللوز الحلو ده بقى بيحارب التجاعيد، حاجة كده خيال للبشرة، ترطيب وتنعيم وفرد ونفخ، حاجة كده يعني بجد قتلت بحثا يعني. تاني حاجة عندنا زيت جنين القمح. زيت جنين القمح ده بقى علشان اي واحدة تحمي نفسها من التجاعيد، يعني ده هيقاوم التجاعيد وكمان بيكافح الشيخوخة واي اسمرار عندك حوالين الفم او في اي منطقة في الوش، ده بقى اللي بيضيعه. نيجي بقى لزيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي اللي هو زيت الشاي الاخضر، الزيت ده حاجة خيال، مضاد أكسدة. ده بقى يعني بصي انتي بتعملي كل الفوائد في البشرة للزيت ده. يعني هقولك انتي كأنك بتعملي جلسة فيلر في البيت عن طريق زيت شجرة الشاي. لو عندك اي التهاب، لو عندك اي احمرار، لو عندك اي اسمرار، ده هيضيعه. وبعديه زيت بذور العنب. زيت بذور العنب ده بقى بصي معاكي للبشرة، معاكي للشعر، معاكي في الاكل. ده للتخسيس حلو، للشعر عشان ترطبي بش الاجزاء المقصفه والهايشه حلو، للبشره عشان يجددها لك وينورها ويديكي اللمعه حلو جدا. نسيت اقول لكم كمان ان زيت جنين القمح ده مليان فيتامين اي، يعني احنا اصلا كده نعتبر حطينا دبل. فانتي بصي احنا عمالين نعمل ميكسات للهيالورونيك اسيد. زيت الجليسرين، وده طبعا اساس الترطيب والتنعيم، حاجه كده بتخش في الطبقات الداخليه للبشره علشان ترطبها وتديكي المرونه اللي تفضل في بشرتك فنقاوم التجاعيد. واخر حاجه معانا بقى زيت الورد. زيت الورد ده بقى حاجه كده خيال للنضاره، يديكي توريد ويديكي لمعه ويديكي نفخه ويديكي شكل شبابي لبشرتك وكأنها بشرة بيبي. طبعا احنا كده عملنا الميكس بتاعنا. هتقولي لا كل الحاجات دي غالية جدا، ما احنا هناخد من كل حاجة نقطتين، يعني انت لو حسبتيها اقل من 20 جنيه بكتير انت هتستخدميهم. انت خلي الازايز دي عندك وهتستخدميها، جيبي ان شاء الله ب 20 جنيه من كل ازازه، يعني لا الازازه دي ب 20 والازازه دي ب 20، وجيبي من الباقي دول ب20 وخدي منهم نقطة نقطة نقطة، وكل ما يخلص عندك الازازة تعمليها فريش، بدل ما تروحي تجيبي الازازة باكتر من 1000 جنيه. يلا بينا بقى نبدأ.
حطيناه هنحط نص الازازه بس، انا عايزه نص الازازه يعني، بس كفايه كده تمام. يلا بينا بقى هنحط اول حاجه، احنا كده حطينا النص ميه مقطره، هنحط الربع الباقي جليسرين، ربع بس. زي الفل. هنحط بعد كده زيت الورد نقطتين، مش عايزه كتير. نحط زيت اللوز الحلو، نحط زيت جنين القمح، هنحط زيت شجرة الشاي، وهنحط زيت بذر العنب، وهيبقى فاضل عندي زيت حبة فيتامين اي. هناخد كبسولة فيتامين اي، طبعا دي سحر للبشرة، ونفضيها كلها. وده كده بعد ما خلص هترجيه قبل كل استخدام، وتحطيه على بشرتك نقطتين بعد غسيل الوش. يا جماعة صدقوني كنز كنز، انا حطيت بس نقطة منه على وشي، حسيت بترطيب مش طبيعي. ده بقى اللي هيحبس لك الترطيب ويديك اللمعة. بصي شكله اصلا بيقولك انا سيرم غالي، انا سيرم مدفوع فيا كتير، صدقوني خيال. انتوا هتقولولي ده معجزة، يعني السيروم ده معجزة، كل اللي هيجربه هيقولي السيروم ده اختراع. سيروم ده انضف واجمد واروع من سيروم الهيالورونيك وسيروم الريتينول واي سيروم هتقابليه في حياتك. حقيقي هتعمليه في بيتك ومش هيكلفك اي حاجة، هتشوفي بقى جماله ونتيجته على بشرتك من اول استخدام، وتقدري تدهني بيه اي مكان في جسمك. وعشان تاخدي منه افضل نتائج حطيه في التلاجة واستعمليه دايما ساقع بعد غسيل وشك، وحطي بعديه بقى كريم المرطب، وهتدعيلي على بشرتك اللي هتصغر وهتبقي ولا بشرة البيبي. مستنياكم تجربوه وتقولوا رأيكم في الكومنتات.